ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. يا رب تكونوا بخير ودايما على خير باذن الله وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. النهارده هعمل معاكم روتين حلو قوي. شجعوني بس واعملوا لايك وتعليق كده حلو كمان من قلبكم. ولو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا عشان تكبر قناتي ويكون ليا شرف انكم تكونوا قناه حبايب قلب باذن الله، عشان القناه تكبر بيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بص، بداية اليوم بقى بوريكم بقى ايه الكشكول بتاع المذاكرة، كان على الكرسي من امبارح. هنبدأ بقى الروتين بتاعنا، بس الروتين بتاعنا بيختلف عن انت نايمة بدري او نايمة متأخر. نايمة بدري وقايمة بقى الدنيا ما شاء الله قدامي كده منورة كده وبامبي وحلوة وجميلة وحاسة بانتعاش وحاسة بحيوية ونشاط. تبقى وانت كده اول ما تقومي وانت قاعدة على السرير على طول كده قبل ما تصحي اي حد للمدرسة ولا اي تعملي اي شغل في البيت، بتقري اذكار الصباح وبتقوليها واللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد 100 مرة. وكمان بتستودعي ربنا، بتستودعي نفسك وبيتك وجوزك وولادك ان يحفظكم ويحفظكم من اي اذى وشر. او ان شاء الله باذن الله يبقى يوم خير عليكم وعلى امه المسلمين كلها. اي ما لقيتي نفسك اي ما نطه بقى مناصير وجايه تصحي ولاد ويلا يلا بسرعه مدرسه اتاخرنا والكلام ده كله، ما فيش مشكله. انت بتصحيهم وتظبطيهم وتدخلوا الحمام ويشطفوا ويغيروا ويلبسوا وتجهزي لهم اللانش بوكس وفطارهم وفطريهم والكلام ده كله، ويروح مدرسة واستودعيهم ربنا يحفظهم ان شاء الله باذن الله ويرجعوا لك على خير. بعدها بتعملي تقولي اذكار الصباح وتقري ورد من القران. انا الورد اللي بحب اقراه صراحه سوره الواقعه وسوره الملك وسوره القدر وسوره ياسين. انا لو نايمه بقى يعني في اوقات بنام بدري وفي اوقات بنام متاخر بقى على تبع ما بتخلص شغل البيت. بنام بدري بقوم مش قاريه الاربع صور دول قبل ما انام. واوقات بقرا سوره الواقعه كمان 3 مرات، بحس ان انا مفيش كوابيس، بنام بسرعه بعمق ما شاء الله. بقوم من النوم الاقي نفسي مستريحه نفسيا، بيتي هادي، الجو الدنيا رايقه عندي، مفيش اي خلافات، مفيش اي عكوسيه زي ما انتوا طبعا عارفين. اليوم بيبقى تحس فيه تنشنات كتير قوي كده. لا الحمد لله ربنا بيعم على البيت بالبركه. لقيت نفسك نمت متاخره طبعا بعد الضغط والشغل طول النهار وكده، ولقيتش وقت انك تنامي بدري. ما فيش مشكله، انت بتعملي يا حبيبه قلبي بتقري الحاجات دي كلها. ممكن تقري سوره واحده، سورتين، تبع انت ما تقدري آه تقري، ربنا بيتقبل منك ان شاء الله. ده بقى الفطار بتاعنا الصبح بقى تشجيع كده. عايزه اقول لكم انا في اليوم ده قايمه نايمه متاخره وقايمه بدري. دماغي عايزه اقول لكم يعني هخبطها في حته مش هحس بيها. عملت كوبايه نسكافيه، بس ما بحبش انا من النسكافيه، بس مضطره صراحه. مرضيش بقى اعمل قهوه لان القهوه اصلا بتتعبني. عملت كوبايه نسكافيه عامله نصها، ما لان عشان برضه زي ما قلت لكم مش حباه قوي، ومن غير سكر عشان ايه هشربه مع الفطار. ما بحبش اشرب اي حاجه مع الفطار مسكره. الطعميه بتاعتنا الجميله الفلافيل، او اللي في ناس تقول طعميه وناس تقول فلافيل. رغيف عيش، رغيف عيش بس. ليه انت بخيله؟ والله انا بفطرش غير رغيف عيش واحد بس عشان أنا عامله دايت. ومسقعه جايباها بقى سخنه طازه من المحل جميله، والطعميه سخنه. تعالوا اتفضلوا بالف انا الف صحه والله. لو اطول اجمعكم كلكم وافطركم معايا. فطرنا بقى وشربنا النسكافيه بتاعنا وقرنا ورد من القرآن وقلنا أذكار الصباح. نبدأ بقى ونقول يا شقة تعالى ونشوف شغل البيت على ما ولادنا يجي يلاقوا الحتة متظبطة. ويعني انت بتعملي شغلك ده في ساعات ما شاء الله، ما بيجولك في ثانية يقلبولك الدنيا تاني. مش مشكلة، ربنا يخليهم لنا يا رب ويطرح لهم لنا فيهم البركة. طبعا شفتوا كراسة المذاكرة دي برضو احنا ايه يعني كنا بنذاكر بالليل ونمنا كده وسيبنا الدنيا حيسة. قمت اهي شوفوا كراسة المذاكرة بقى كده. وعايزة اقول لكم انا باخدها بقى بلخص لكريم كل المادة اللي باجي اذاكر له، عشان ما اقعدش وازيد تاني في نفس النقط. باخد النقط المهمة تكتبيها في كشكول. عشان لما تيجي تذاكري مرة تانية تبقى الدنيا مسهلة معاكي، يبقى اسمها يعني حاجات كده النقط دي وتمشي عليها هي بس. ان شاء الله باذن الله. طبعا كلكم عارفين ان كريم في 4 ابتدائي، وربنا يعني يكون في عون كل ام وكل اب عيالهم في 4 ابتدائي بجد. صعبة جدا جدا جدا. انا عايزين كابوس مش عارفة امتى، يعني نفسي اغمض افتح هلاقي نفسي خلصت 4 ابتدائي دي. اسمك كشكول على اجزاء، رياضة، دراسات، علوم، عربي، مقسماه ملخصات. والله الواحد ما عارف يعمل ايه ملخصات، وعملنا مذاكره وعملنا. عايزه اقول لكم ذاكره الولاد بقت ذاكره سمكه، يعني ضغطهم صعب جدا. الضغط عليهم، من كتر الضغط عليهم تلاقي الولاد خلاص تيجي تذاكر لهم الحاجه اللي ذاكرتها لهم يوم التاني تلاقيها نسيوها. مش عارفه بجد، ربنا يعينهم ويكون في عونهم ويكون في عوننا احنا كمان. نبدا روتيننا بقى عشان رغيت معاكم كتير، معلش حقكم عليا حبايبي وحشتوني. انا اسفه.
هنخش بقى الروتين ونشوف بقى هنعمل ايه النهارده في الروتين. هنبدا بقى باوضه الولاد، وعايزه اقول لكم بقى انا في الروتين ببدا بخطوات معينه. اول حاجه ان انا بجي بمسح الحيطان الاول واظبطها والمعها كده من اي بقعه ولا اي حاجه فيها. تاني حاجة بقى بقوم عاملة بقى جايبة الزعافة وجايبة المقشة بتاعتك وشايلة اي عنكبوت اي عفار اي غبار اي حاجة بقى في السقف او في الحيطان. ليه بقى بتعملي كده الاول؟ عشان انا لو ما عملتش كده الاول طبعا وفرشت وعملت وظبطت الدنيا وعملت كده، لا ده كله هيعفر على الفرشه اللي انا النظيفه اللي عملتها. لا، وبما ان الفرشه اللي انا هشيلها دي هخليها زي ما هي، واشتغل بقى اشيل ايه اي عفار اي عنكبوت اي حاجه في الحيطه. وبعدها ابدا احط الفرش الجديد ده في الاخر خالص. هنطلع بقى. بص انا شلت الستاره وزي ما قلت لكم هننضف الحيطان من كل اي حاجه ايه فيها ورا ستاير. صراحه حاجات كده عامله زي ال يعني مش عنكبوت، هي حاجه كده غبار كده بس متكوم شويه كده ورا الستاير. شلتها وغسلتها وحطيتها. هحطلكوا ستاره تانية، مش هي دي الستاره بتاعت الاوضه، دي الستاره البديله بتاعتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي جه لحدنا وما عملش لايك بعد اذنه لو سمحت حبايب قلبي، يا رب يكبر بخاطركم يا رب. اللي عليكم بقى لايك حبايبي. آه هظبط الاوضه كلها بالزعافه او بالمقشه اللي موجود عندك. انا عندي زعافه والله بس حاسه ان هي ضعيفه بتشيلش زي المقشه، فبستريح المقشه بحس انها جامده وبتشيل اكتر. فهخلص انا بقى المقشه واشيل العفار كله، ونخش بقى ايه في مرحله ايه نمسح بقى الحيطان. القماشه اللي معايا دي انا حاطه فيها كولدكس الوان بس مش مكتره، لان الكولدكس الوان لو انت كترت عشان تقولي انضف اكتر واحسن، لا الكولدكس الوان هيعمل رغوه في الحيطه وهيفضل كل شويه تحسي انك انت عايزه تشطفي القماشه وتعمليها بميه تانية كل شويه هتكرريها كتير. لا انت بتحطي نقطه يعني زي ما بقول لك نقطه بالظبط على كوبايتين ميه هتعمل لك رغوه وتعمل لك يعني اللي انت عايزاه، وبرده هتنضف لك الحيطان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنفس الخليط وبنفس القماشه هنعمل الخشب بتاع السرير. هتقولوا الخشب وميه والكلام ده كله، لا القماشه مش غرقانه ميه ولا حاجه، القماشه انا مجففاها يعني انا غسلاها وعصراها وبس عشان برضو ما يبوظيش الدنيا. خلصنا الحيطان وخلصنا الخشب وهنسحنا برضو الماسوره بتاعتنا مطرح ما برضو كانت معفره. هنبدا بقى ايه نحط ستاره اوريها لكم. الستاره دي من الماسوره دي 2 عشان الستاره انا شلتها كانوا ستارتين اللي هي الوش الخلفيه والوش كفر بتاعها. مش مهما شرحت لكم مش هتاخدوا بالكم لما احطها ان شاء الله باذن الله اوريها لكم في مره. الستاره بتاعت المره دي هي ستاره واحده بس. هحطها قدامكم بقى دلوقتي. بصوا اهي. عايزه اقول لكم والله زي ما بيقولوا فعلا الطول هيبه، يعني هو مش هيبه بس الطول يعني بيسلك في كل حاجه. انا عشان خاطر في البيت لوحده واللي راحوا الشغل واللي راحوا المدرسه واللي راحوا هنا واللي راحوا هنا، عايزه اقول لكم انا كنت محسسه بالستاره دي جدا. يعني هم اللي بيركبوا لي الستاره. يعني انا قعدت في الستاره دي تقريبا اكتر من نص ساعه عشان ارفعها بس على الماسوره بتاعتها، بتقع واشدها من الجنب بتقع من الجنب ده واشدها احطها يعني بصراحه يعني الاسر ده يعني الحمد لله والشكر ليك على كل شيء يا رب. بس الطول بينفع جدا في حاجات كتيره صراحه يعني. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. لكن الستاره بتاعتنا شكلها عامل ازاي جميل ما شاء الله. عايزه اقول لكم الستاره دي عجباني عشان لونها غامق واوضه فاتحه. الستاره التانية كانت فاتحه مع الاوضه فاتحه كانت ما كانتش باينه. هي الستاره شكلها اشيك واحلى بس اللون بتاعها كان فاتح، لكن انا حاسه ان ديت إيه يعني مديه اطلاله الاوضه اكتر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا لايك بقى حبايبي. خلصنا بقى كده الحيطه والجزئيه ديت وعملنا الشبابيك بتاعت السراير والكلام ده كله. خلاص هنخش بقى في مرحله بقى ايه نعمل ايه نظبط الدنيا. عايزه اقول لكم الستاره دي شاطر مقفوله من مش بتاعتها زي ما بقول لكم ومقفوله، فانا جبت المقص ورحت فاتحاها. تقول حرام عليكي ده واحد، لا ما هي كده كده الستاره دي ما عادش ليها مكان تاني غير ده. هي كانت ستاره قديمه عندي وانا مش محتاجاها وملهاش مكان فقلت احطها هنا. ففي نفس الوقت طب انا يعني في اباجوره في النص، طب هتشغليها ازاي؟ رحت انا بقى قلت مش مشكله كده كده ما دام هتبقى بعد كده هتبقى بتاعه الاوضه، خلاص انا ايه هقصها نصين وانا إيه بعد كده ما اشيلها هغسلها بقى ابقى اوديها للرف إيه يعني خاطر ايه ترفيها. خلصنا استرت عم اوريكم بقى شكل الاوضه عامل ازاي مزروط على الاخر اخر زروط زي ما بيقولوا. يعني هما بيمشي يروحوا ويخرجوا بقى شوفوا وراهم ايه ويسيبولي صراحه الدنيا حاسه خالص ازاي. اللي خلق هدوم اللي يرميها واللي كان هيلبس يطلع حاجة سايبها. يعني بصوا يعني ده هي كده متحسنة على الاخر يعني كمان. بس برضو العبرة بالنهاية دي هتشوفوها في الاخر عاملة ازاي يعني، ولا اوضة العروسة هتبقى زي الفل وزي العسل كمان في منتهى الشياكة والجمال.
استنوا بس الفيديو لحد الاخر واتفرجوا عليه هيعجبكم جدا. وجايبه طقم ملايات للاوض للسراير ده، عايزه اقول لكم تحفه صراحه يعني، منطر اوضه وخلاها شكلها حلو قوي. اتفرجوا على الفيديو هيعجبكم جدا جدا، بس ما تنسوناش بتعليق حلو جميل يشجعنا ويحفزنا ويفرحنا كده حبايب قلبي باصحابنا وحلوين. وكمان ما تنسوش اللايك زي ما بقول لكم. شلنا بقى كل حاجه عصير ملهاش اي لازمه، الهدوم اللي اتحط في الغسيل حطيناها، والهدوم اللي اتطبق في الدولاب طقناها، وظبطنا الحاجات وخلينا سيره مفيش غير ايه الحاجه اللي عليها بس كده. هنخش بقى ايه ننضف الدولاب بتاعنا ونشوف هنعمل فيه ايه. يقوم ملمع الخشب وعملنا ايه نعمل بقى الخشب بتاع الدولاب بتاعنا. عايزه له جايبه محل منظفات يعني دايما عندي جميل جدا، بيدي لمعه وبينظف الدولاب يعني مطرح الفتح والقفل. ومثلا يبقى عندك ولد صغير مثلا حط ايده بطاعت عامل لون وكده اللم ده كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بيشيل كل ده صراحه، بيخليه ما شاء الله يعني بيدي لمعه حلوه قوي جميل. انت بالفوطه اللي معاكي دي بيبقى فوطه قطن، ما بيسيبيش اي حته في الدولاب بالملمع، بتخليها كلها حتى الحروف والارقام اللي موجوده قدامك دي بتعملي ما بينها وبين بعضها كده وتنضفي تخليها زي الفل. هندخل بقى ونشوف ايه اللي هنعمله بعد الدولاب. طبعا عملت انا بقى شلنا العفار والعنكبوت اللي في الجزء اللي فوق السراير. دلوقتي ايه انا باخد جزء بنضفه، يعني شلت الجزء التاني وحطيت عليه ستاره وظبطت الدنيا دي. هخش بقى الجزء ده نعمل بقى السلك بتاعنا، شوفوه زي ايه مطرب شويه، نشيل التراب اللي فيه بالفرشه بالمقشه مفيش مشكله، ما تعاديش الدنيا الموجوده عندك اعملي بيه. دي بتقضي الغرض ودي بتقضي الغرض مفيش مشكله يعني. ومش هينسى الشباك بتاعنا ونعمله بالقماشه ونلمعه برضو هتلمعه حلو كده، طبعا يتعفر من السلك. وحتى لو كان يعني احنا برضو لازم بنمسحه كده ونظبطه، ما دام الشغل ايه بتبداي شغلك كله كده ايه بضمير كده وعلى نظافه، ما بتسيبيش حاجه في التنتوفه في المكان انت بتشتغلي فيه، كله بقى تحت ايديكي كده زي ما بيقولوا تحت السيطره. هنعمل الحيطان كلها برضو من الجنب ده كله ونظبط الدنيا كلها. عايزه اقولك ست الشاطره اللي تستغل ان ولادها لما تروح المدرسه تعمل كل الشغل اللي عندها، تعمل كل حاجه. بيجي بحيث يجوا من المدرسه مثلا، طبعا مفيش حد بيجي قبل الساعه 2، يجي الساعه 2 يلاقوا مثلا الغدا بتاعهم ويلاقوا الشقه نظيفه، انت تلاقي نفسك استريحتي. تاخدي قسط من الراحه كده وجزء من الراحه كده على ما تستعدي بقى ايه تذاكري وتشوفي ولادك وتوديهم دروسهم وتجيبيهم والكلام ده كله. لكن لو انت بقى معلش بقى وديتي جيتي والشيطان الشيطان لعب في دماغك، زي ما بيعمل معايا ساعات كده، وتيجي وتنامي تقول لا انام لي شويه بقى نصحى، عايزه اقول لك هتقوم تقول تغني زلموت تغني زلموت بجميع اللغات. هتلاقي نفسك عايزه تنضفي عايزه تطبخي طب مفيش وقت هذاكر لابني قبل ما اروح الدرس ازاي، طب هراجع معاه ازاي، طب هعمل، طب عايزه انشر، طب عايزه بصي هتلاقي في 5000 حاجه عايزه تعمليها. ففعلا بقولك الصحيان بدري بركه وحلو وجميل، بتحسي اليوم قدامك بقى طويل وحلو قوي وفي خير يعني. بتلاقي ما شاء الله عملت كل حاجه انت كنت الاسبوع كله عايزه اعمل واعمل واعمل، عملتها في يوم واحد بس. بتهوني على نفسك اليوم التاني، انت ممكن يبقى عندك اكل باقي بقى في اليوم التاني وشقتك نظيفه وجميله، بتلاقي نفسك تعبت النهارده بكره هترتاحي. بس عشان خاطر ترتاحي لازم تتعبي صح، انك انت الصبح بدأت تخلص شغلك كله على دخول ولادك المدرسه او من الجامعه او من الشغل، جوزك يكون مظبطه كل حاجه، المطبخ متشطب، البيت متنظف، كل حاجه متظبطه، مفيش اي حاجه تعمليها غيرك هتقعدي بقى معاهم وفستهم وشوفهم محتاجين ايه ومع بعضيكوا كده بقى. التربو ده بقى لما فيه كل حاجة كريم كلها اللي هي بتاعة المدرسة والدروس، كتب، كشاكيل، اي ملازم، اي حاجة خاصة بكريم في الدراسة او خارج الدراسة، يعني دروس خاصة برا دي حطها فيه. يعني صراحة عمالي يعني لمم لي حاجات كتيرة جدا ومريحني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نضفناه وظبطناه خلاه زي الفل. نخش بقى نعمل السير عشان ما اطولش عليك في الفيديو. نشيل بقى الدفات القديمة دي ونشيل كل حاجه زي ما قلت لكم. كنا بقى ايه حطينا طبعا مسحنا الحيطان كلها وشلنا وركبت ستاير وشلنا عملت بالزعافه او بالمقشه عملنا الحيطان، شلنا عنكبوت، شلنا التراب، شلنا كل حاجه، ظبطنا الاوضه كلها، مسحنا الدولاب مسحنا الشباك، عملنا المكتب ظبطناه، عملنا الترب، عملنا كل حاجه. السير دي اخر حاجه في الروتين بتاعي بعملها عشان اي عفار اي غبار منزلش عليها، يبقى هي اخر فرش افنش في الاوضه كلها كده. الاوضه كلها بتاعتي خلصت، حيطان سقف كل حاجه، مفيش غير ان انا هفرش السراير وامسحها وخلاص على كده وافرشها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك بقى لحد لو وصلت لحد هنا يبقى انت كده ايه عجبك الفيديو بتاعنا، وان شاء الله يكون ايه يعني حماس ليكي ويعني دفعه ليكي انك تقوم تعملي شغلك، ويجعلنا سبب ان شاء الله كده انك انت تعملي حاجه تفرحي بيها
تقولي لا ده انت شجعتوني ونشطتوني. بجد بجد ان شاء الله باذن الله يا رب كده ادي الحماس وادي الصحه وادي القدره وادي يعني الخير والفرج لكل اي حد يسعى. ندي بقى سراير تنظيفه كويسه جدا بقى كده، ونقوم حاطين الملايات بتاعتنا. مش عايزاك بس تسيبوا الفيديو كله واللي انا عملته كله والشغل ده كله وتبصوا وتقولوا المرتبتين مالهم مش مختلفين الوانهم ليه، او مالهم ضعاف ومبلطين خالص كده ليه. لا دي يا جماعه دي الاوضه بتاعت العيله، يعني كل اي حد ضيف يجي عند في البيت الاوضه دي تبقى مفتوحه لهم هم. يعني شوف بقى يعني دي مش استهلاك مثلا فردين تلاتة بس، لا دي اي بتاعت العيله، ولما حد يجي زياره وضيوف الكلام ده كله يعني كتر خيرها. اللهم صل وسلم وبارك في محمد. وكمان يعني احنا العيله تحت بيحبوا يقول لك احنا بنحب يعني المراتب القطن دي القديمه دي بنحبها عن المراتب اللي انتوا بتجيبوها التاكي دي، مش مقتنعين بيها يعني. ان شاء الله باذن الله هبقى في يوم من الايام اعمل روتين في شقتي فوق واوريها لكم برضو. انا عايزه اقول لكم انا زقيت السرير عشان انضف وراه، بس انا هو سرير وراه نضيف، انا لسه عاملاه من قريب. هو يعني انت عشان تحب تعمليه المفروض احنا كل شهر او كل شهر ونص على ما يقدر يكون وراه عفار. لكن انا حبيت اقول لكم يعني انت مثلا في روتين الاوضه زي كده او عايزه روتين قوي بقى كده ومن اول الاخر بتشيلي السراير وتنضفي وراها، وفي اوقات بتشيلي المراتب وتشيلي الملل وتنضفي جوه السرير وتشيليه، لان بيبقى برضو الغبار اللي احنا بنلاقيه على الحيطان ده بيبقى اضعاف مضاعفه تحت الملل. وخلصنا وفرشنا السراير باحلى طقم ملايات بجد. الطقم منطر الاوضه على الاخر، حلو قوي جميل روعه ما شاء الله. عايزه اقول لكم يعني الشكل كمان من بره الكاميرا احلى واحلى. ده الطقم القماشه بتاعته اسمها 3D. عايزه اقول لكم في الغسيل حلوه جدا، الوانها ما بتبهتش، نظيفه تقعد معاكي سنين. هو فعلا المتر بتاعه غالي بس يستاهل صراحه، والطقم بتاعه برضو مش يعني جايباه قماش صراحه ومفصلاه. وحتى لو باع طقم هو يعني مش رخيص، بس بجد يعيش معاكي سنين وسنين ما شاء الله باذن الله. يا رب يجعلها كده يعني اوضه السعد واوضه الخير على اصحابها. خلصنا الأوضة بتاعتنا وخلصنا كل حاجه. اخر حاجه بعملها بقى بدي مسحه كده خفيفه كده بالشرشوبه كده في الاوضه واظبطها واشغل مروحه تنشف ونفرش الاوضه بتاعتنا. والف خير باذن الله ليكم يا رب. الروتين بتاعنا يا رب يكون عجبكم، والفيديو بتاعنا برضو يا رب يكون عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. وعايزه اقول لكم ما تنسوش اللايك، بالله عليكم ما تنسوا اللايك حبايب قلبي، شجعونا بلايك بيرفع الفيديو. اللايكات ضعيفة جدا جدا، المشاهدات ضعيفة عشان لايكات الناس. بلاش تبخلوا على اللايك، يعني ربنا يكبر بخاطره ويفرح كل حد، بيفرح اي حد بلايك. اللايك ده انت ما بتخسريش منه حاجة، انت بتدوسي بس بايديكي على كلمة اللايك وخلاص. ما بتخسريش يعني قرش واحد، بس بتكسبي فرحة للي انت عملتوه لايك، لان لايك منك على غيرك على غيرك على غيرك بيرفع الفيديو بيعلي المشاهدة، بيسبب فرحة في قلب صاحب الفيديو ان هو بعد ما تعب وشيء وطلع عينيه. بجد انا الفيديو ده ممكن يقعد معاك 3-4 ساعات، انا بحطلك في 10-15 دقيقة. ربنا يفرح ويكبر بخاطر كل اللي يفرح ويكبر بخاطر اي حد يا رب. هنفرق بتاعتنا ونخليها اوضه عروسه ما شاء الله ولا حول ولا قوه بالله. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اشوفكم على خير يا حبايب قلبي، وشوفوا انتوا ده بقى مع نفسكم وفرجوا عليها بقى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.